أول فلوج في رمضان أول مرة نصور فيديو يوتيوب من فترة كبيرة جدا في تمرين الظهر. تمرينة الظهر دي يعتبر إيه؟ مش أحلى حاجة يعني بالنسبة لي، مش هي اللي أنا بحبها، عشان كده كانت تمرينة صعبة عليا. هقول لك دلوقتي ليه. معرفش هو دي حاجة عندنا، هي حاجة عندنا بس مش عارف هي عند كل الناس ولا لأ. أنا العضلات اللي عندي نسبة الدهون فيها عالية، ما بشوفهاش، عيني مش بتشوفها، هي دي اللي ببقى متضايق قوي من التمرين بتاعها. زي عضلة ظهري كده، أنا دهون ظهري كتير، ما بيبانش بسهولة. يعني ظهري يبان وأنا ناشف، لكن طول ما أنا مش ناشف ظهري عادي. إنما بقى صدري، دراعي، كل الحاجات دي بتبقى باينة حتى لو أنا نسبة دهوني مش قليلة. فالتمرين بتاعها بيبقى حلو لان انا ببقى شايف نفسي، وكل حاجه انت بتشوف نفسك فيها بتبقى حلوه بالنسبه لي. فعشان كده بصراحه التمرين بتاعها بيبقى مختلف جدا عندي. بيكون رمضان وقت عصيب عليا عشان ما بعرفش اكل فيه، ما بعرفش اكل براحتي. الموضوع بالنسبه لي بيبقى صعب، خصوصا في موضوع الاكل ده. بتمرن عادي بس الاكل هو ايه، اصعب حاجه عندي. مؤخرا يعني بقيت بعمل 2 شيك كده، بروتين ومكسرات او فول سوداني معاهم موز، يعني اعلي سعرات كده في 2 شيك واشربهم، مشروبين يتشربوا يعني في خلال اليوم بعد وقت الفطار عشان يزودوا السعرات شويه. لان بصراحه موضوع ان انا اكل كذا وجبه ده بعد الفطار حاجه من رابع المستحيلات، مش عارف اعملها خالص، متعب. بس نكمل تمرينة الظهر المهببه. سبحان الله، يبقى عندك جهاز زي الفل في الجيم للموضوع ده، بس انا ما بحبش العب التمرين ده غير كده. ايه؟ شوف لك الزاويه. لا انا تمام، انا مش بشوفها قبل ما اعمل اصور. نلعب برو. اه يوسف صح. ما بحبش العب التمرين ده غير كده بصراحه، هو بيجي معايا كده، بحس بيه كده. بسم الله. الجميل بقى في التصوير عدم العلويه. انت لو ما بتصورش ممكن تهيس كده تطلع تاخد لك هو ده المكان بقى اللي مش نضيف النهارده. ولا يهمك ولا يهمك. يا باشا انت تنور الدنيا. الألوية ممكن لو انا ما بصورش اخسع بقى في عدتين ثلاثة كده، هي دي الألوية لو انت ما بتصورش. نزود الوزن بقى يا جماعة، عشان ايه؟ محتاجين ان احنا نزود الوزن. ايه؟ زود شويه. ليه ما انت غلط؟ لا انا عادي ممكن اقرب. طيب.
حلو. بس استنى بس ما لا لا يا عم زغبي عادي، ده حبيبي، ده يطلعني ترند. بسم الله. نزود بقى الوزن ونبعد عن العلوية. العلوية. المفروض ان دول 12 تكرار. حد بيعد معايا؟ لا، بس الكاميرا بتصور هعرف. اهم حاجه ترجع الوزن مكانه، خليك محترم. والله الواحد في تمرينة الظهر دي بيعمل يعني حاجات كتير، عشان أنا تمرينة الظهر دي بتعذبني، مش فاهم ليه يعني. بص، روح كده، روح 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 بالله، روح روح روح. هو ده الكلام. عندي مشكله بقى ان الموبايل بيفصل الكاميرا لما بيجي لي مسج. يا رب ما تكونش المشكله دي موجوده، يا رب اللي انا بقوله ده يكون متصور عشان ما اكسرش الموبايل. خلفيات كتفي في الحقيقه هي حلوه والله، يعني حلوه وما عنديش مشكله فيها. تمام، خلفيات كتفي حلوه ما عنديش مشكله فيها، بس برضو عذاب في التمرين. عذاب في التمرين، بس هي حلوه بصراحه، ترسم الكتف. الكاميرا فصلت في الدور اللي قبل ده بسبب ايه؟ بسبب الاشعارات زي ما قلت لكم من شويه. فايه، هنعيد الكلام تاني. في تمرينة الخلف بقى ايه؟ انت عايز دراعك ده يكون، ايدك دي تكون نازله تحت شويه يا معلم. بس لا، لازم ايدك تبقى نازله لتحت شويه. انت لازم الكرسي يبقى على الاخر مرفوع فوق. الحركه السلبيه مهمه. اه هتاخرك بقى. طبعا بقى ايه، ان انت تلعب فردي باي ده مرار طافح، ان انت تلعب زوجي مرار طافح اكتر، لان انت بتاخد الجهاز. احنا ما شاء الله الجيم هنا في جهاز واحد بس للكابلات، اهي دي قبضه ما ينفعش يتلعب بيها للاسف، عايزين قبضه غيرها. شيل دي وهات دي، تمام كده. نخش بقى فالحوار من هنا ومن هنا هو مرار طافح. يا اما هتستهلك الجهاز يا اما هتتفحت ان انت تلعب تمرين فردي باي. الدراع ده لوحده والدراع ده لوحده. هنبات بقى هنا. بسم الله. ماشي تانية بكره الحواوشي هيجيبك. دور كمان، نسيب الكابلات لاصحابها.
نيجي بقى لجهاز الباي الجميل ده. برغم ان جهاز الباي ده من شركه بناتا، شركه بناتا دي شركه جامده، شركه محترمه على الاخر، الا انه زاويته غريبه وعجيبه. تحس ان هو في حاجه غلط، ما تفهملهوش. يعني ادينا هنحط الوزن ونقعد القعده الطبيعيه بتاعته ونشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. وصدقوني والله يا جماعه الموضوع بيبقى صعب قوي، المدى الحركي بتاعه مهبب يعني. يعني اهو الوضعيه العاديه طبيعي ان انا اقعد هنا وامسك ده كده والعب. هنا الاستريتش، هنا اخره، انا مش قادر اطلع تاني خلاص يعني، ده اخر، فاهم؟ والاستريتش حتى بص يعني محمل في حته غلط. فانا بعمل ايه بقى؟ بعمل كده، بخرج خالص بره الموضوع واجي هنا بقى كده واقعد القعده اللطيفه دي وامسك بقى ده كده من الطرف هنا. يلا بينا. خدت كده مدى حركي في الاخر اهو، ستريتش للاخر بس كويس برضه للاخر، فالدنيا حلوه. والله بصوا كده كده انا حاسس بالتمرين جدا جدا جدا، بعكس ما كنت قاعد كنت حاسس ان كوعي في كلكيعه كده. بس كده لعبنا باي ولعبنا خلفيات. نلعب ايه بقى؟ نعمل واحدة للور باك.